تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة كحك العيد الناعم الدايب. يعني بصوا مش قادرة اقول لكم على وصفه وجماله. بجد حلو جدا جدا، طعم حلو وفي نفس الوقت ناعم ودايب كده في ايدينا. بصوا بصوا ناعم ازاي، بوريكم. بجد يعني مش قادرة اقول لكم. ناعم حلو قوي وطعمه جميل جدا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص بسرعة ونبتدي بقى نعمل حاجات العيد، نواعم العيد زي ما احنا بنقول. طبعا لازم يبقى كحك ناعم، لان احنا معروف عندنا الكحك ان هو بيبقى ناعم ودايب. بطريقة الأمي الله يرحمها كانت بتعملها، وانا اتعودت عليها بصراحة، لان كل اللي داقه شكر فيه جدا جدا وعجبه جدا. فانا اتعودت عليه. الطريقة دي بجد يعني من زمان جدا بنعملها وما بنستغناش عنها. ده بقى اللي بملبن. عملت اللي هو المنقوش بملبن، واللي هو بالبصامة او الشكل اللي احنا بنجيبه جاهز من بره دوت. هو دوت ايه السادة، عشان يبقى مفرقة بين الاتنين. ودوت بعجوة، نفس العجينة عملنا منها شوية قراقيش كده طعمهم حلو جدا، وحشيناهم عجوة وملبن. فتعالوا بقى ايه نشوف كده النهاردة هنعمل العظمة دي ازاي مع بعض. بجد حلو جدا، بصوا ناعم ازاي وطعمه يعني فوق الخيال زي ما بنقول. بجد طعمه حلو جدا. جربي طريقتي بإذن الله تعجبك. دي طريقة أمي الله يرحمها، كانت معودانا عليها، اللي هو الكحك بالسمنة السخن، يعني على السخن زي ما احنا بنقول. طريقة حلوة جدا وبتخلي طعم الكحكاية نفسه حلو، وتقعد معاكي وقت كتير. ما تخافيش عليه، ما تقلقيش عليه، يعني بيقعد لحد العيد الكبير كمان. لو انت عندك كمية ما تقلقيش عليها خالص، علشان الكحك اللي هو معمول على السخن دوت بيعيش مدة طويلة ومفيش منه أي قلق. لكن لو انت هتعملي كمية صغيرة وهيخلص بسرعة، ممكن تعمليه على البارد. بس بصراحة بيكون ده طعمه أحلى وبيكون ناعم أكتر. ويعني بصوا من كل ناحية صراحة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفي قناتي، ياريت تدعميني بلايك واشتراك وتنوريني وتبقي أخت من إخواتي اللي منوريني في القناة. واهلا وسهلا بالناس اللي نوروني وشرفوني جداد، على راسي. ربنا يا رب يكرمنا جميعا ويوفقنا جميعا، والقناة تكبر بيكو كده بإذن الله. هنبتدي كده. اول حاجة طبعا هننخل الدقيق، وده السمسم طبعا هنجيبه وننقيه. بس انا ايه بخلي الحاجة في الكيس علشان ما اقعدش، انا بخليتك الحاجة كلها في الشنطة كده علشان ما اقعدش ادور على حاجة. دي كده الدقيق نخلناه والسمسم. معانا بقى لكل كيلو دقيق نص كيس بيكنج باودر. تمام. هنعمل بقى ايه مقادير مع بعض الكيلو. هقول لكم على مقادير الكيلو علشان ايه نبقى برضو عارفين. دي بقى اللي هي ريحة السمنة البلدي، احنا عاملينه بسمنة، بس دي بتديها طعم حلو قوي برضو وريحة. دي بتبقى قصنص كده، بتبقى عاملة زي الزيت كده، القصنص او مش عارفة هو بيبقى ايه، بيبقى زي الزيت كده، بس بيبقى طعم السمنة البلدي. ودي ريحة الكحك طبعا احنا كلنا عارفينها. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا كنت في الوقت ده بقى حاطة السمنة على النار. بصوا مجرد ما تسخن قوي، كل ما تسخن اكتر كل ما يعني هي زي ايه تقدح كده. كل ما تسخن اكتر كل ما تديكي نعومية للكحك. وريحة الكحك بسم الله ما شاء الله كانت طالعة وانا بشتغل فيه. ما شاء الله اللهم بارك. ريحته حلوة جدا جدا. بصوا لازم تعمل تش كده زي ما احنا بنقول. لازم تعمل صوت ان هي مقدوحة كويس على الدقيق. اول ما تنزل كده تعمل صوت، ده دليل ان هي اتقدحت كويس وسخنت جامد جدا لدرجة عالية، علشان تدينا النعومية اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي. بجد اللهم بارك ما شاء الله، طعمه حلو جدا وناعم وريحته جميلة جميلة جدا. جربي طريقتي وان شاء الله تعجبك بإذن الله. هنا بقى هنبتدي، ده بقى شغل اللي بيخليه ناعم اكتر، اللي هو ان احنا نبسي العجينة نفسها. كل ما تبسيها اكتر كل ما تديكي طعم وريحة وجودة ونعومية اكتر. بصوا بقى، دي طريقة جدتي الله يرحمها. كانت لازم تخلينا كده، انا احنا صغيرين انا واخواتي نقعد تقول لنا ايه بسوا كويس. الطريقة دي طبعا بتاعت الناس الكبيرة في السن.
أجدادنا طبعا دي ما شاء الله، ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويدي الصحة للناس اللي عايشة ويبارك لنا فيهم، هم طبعا الخير والبركة، ما بنعرفش نعمل حاجة من غير توجيهاتهم. احنا اتعودنا على الطريقة دي من طريقة جدتي الله يرحمها. هنا بقى نقعد نبس فيه كده شوية حلوين. أولا طبعا هنسيبه دقيقتين كده يهدى مطرح السمنة السخنة طبعا. وهنا بقى هحط اللبن على أدفيه بس كده علشان على الخميرة. لكل كيلو دقيق هتحطي نص باكو خميرة. تمام. هنخليها بقى طبعا الخميرة تشتغل كده، ونبتدي بقى نعجن بيها. كل ما تحطي حبة لبن تعجني وتلفي الدقيق كويس عشان كله يندمج مع بعضه. طريقة حلوة جدا بجد. بالله عليكم لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو كده وتقولي رأيكم. هنا اللبن بحطه في ايدي كده وبوزعه علشان ايه العجينة كلها تتشرب من اللبن. جبت بقى البصمة الكحك ديت، كنت شفت عليها ريفيوهات كتير انها ايه بتبقى بتسهل يعني على ان احنا نعمله بطريقة سهلة وحلوة وبتدينا في نفس الوقت شكل حلو. بنركبها بقى كده القطعة ديت فيها 4 أشكال. بنركبها بقى فيها سنون كده بتدخل جواها، ونحط قطعة العجينة نكورها كده في الصاج ونبصم بيها. ادتنا بقى الشكل الحلو اللي انتوا شفتوه ده. هنا بقى هبتدي انقش شوية واعمل شوية، وهعمل العجوة ديت هعملها للمنين. هحشيها جوه المنين وهتبقى ايه، هاخد رأيكم بقى فيها. وهوريكم كمان الحبة اللي انا نقشتهم، الكحك اللي نقشته كمان، يعني نقشت حبة بملبن وحبة بعجوة. هنا بقى المنين دوت هعمله زي رول كده، وبعد كده اعمل العجوة ما بين كيس تلاجة كده، ما بينه ناحيتين الكيس يعني عشان اعملها بالنشابة. هرققها على قد ما اقدر علشان تتوزع كويس جدا جوه العجين يعني، اللي هو الرول اللي احنا عملناه ده. وبعد كده بقى تساوي الجناب والحروف علشان طبعا يبقى شكلها كويس. بصوا بقى هنشيل كل الزيادات دي طبعا، مش هنرميها، هنخليها نعمل ايه رول تاني بعدها. بس طبعا نساوي الجناب كده عشان يبقى شكلها كويس. وهوريكم بقى اللي حشيته بالملبن برضو وتقولوا لي رأيكم. بجد طريقة حلوة جدا وبتعيش معانا. الميزة اللي هو الكحك بيبقى على السخن دوت، زي ما قلت لكم كده ان انت لو عندك كمية تقعد عندك لحد يعني شهور كده، ما تقلقيش عليها خالص ولا تبوظ ولا اي حاجة ولا تعمل ريحة ولا ريحة تغير ولا اي حاجة. هنبتدي بقى ايه نقطع كده. انا عندي القطاعة اللي هي بتاعت البيتزا ديت بتديها الشكل اللي هو الزجزاج دوت او الفستونات كده، بتبقى شكلها حلو جدا. هوريها لكم دلوقتي. هقطع بقى كده وهساوي وهقسم بقى بالعرض كده عشان لقيته طويل شوية، هيدينا بقى شكل حلو في الاخر. هوريه لكم. اللي احنا شفناه في اول الفيديو كان مقاسه حلو، وفي نفس الوقت العجوة في كل المكان كده بتاع المنين ده اسمه منين بعجوة. بنجيبه من الفرن طبعا، بس احنا طبعا لما نعمله في البيت بيبقى احسن. بصوا وناعم كده وجميل بصراحة، طعمه تحفة. بصوا هبتدي بقى ان انا ارصه. هنا اللي جنبكم ديت الصينية دي حطيت فيها الكحك. اهو هحط بقى ايه، طبعا لازم نغطيه كل ما نخلص صاج نغطيه علشان طبعا يختمر. وهنسيبه بقى ايه بتاع 3-4 ساعات كده عشان يختمر، وبعد كده بقى نسويه. بصوا بقى المنين اللي الاقيها طويلة شوية ممكن اقصرها او اسويها يعني من الجناب وكده عشان تدينا طبعا المقاس المناسب. هبتدي بقى ان انا اشيل كل اللي على اللي احنا عملناه على الترابيزة دوت، وهحط بقى ايه هرصه في صاج وهسيبه بقى يختمر برضو، اغطيه زي الباقي كده. اهو هحطه هنا في مكان هنا فاضي هحط فيه شوية، وهحط الباقي بقى ايه في الصينية التانية لحد ما يختمر. وبعد كده احطهم بقى في الصاج عشان التسوية. انا سويت في البيت، فاللي بيسوي بقى بره يقول لي كده في الكومنتات وانهي احسن. بس انا بصراحة عشان انا في الدور السادس فصعب جدا ان انا انزل بالسيجان ديت والشارع وكده، فانا بستسهل صراحة ان انا اسوي في البيت. اي نعم متعب طبعا، بس يعني ايه ما هو عشان بقى السلم والسيجان والكلام ده فصعب عليا صراحة. فالعجين بقى اللي احنا طبعا لميناه كسر كده نخليه كله نعمل رول تاني.
هنا بقى طبعًا إيه، هاعمل الكحك دوّة بالبسطرمة التانية، عملت شكلين يعني، يعتبر عملت 3 أشكال، البسطرمة اللي هي الpink دي، واللي هي بنشتري منه جاهز دي اللي هي دي اللي في إيدي دلوقتي، وعملت المنقوش بقى اللي هو إيه بملبن هاوريه لكم دلوقتي. هنا بقى باكوّر كده على قد ما أقدر طبعًا أضغط عليها علشان تبقى ما تفرولش أو ما تبقاش فيها فتحات أو أي حاجة، بادمج العجينة أوي، وبعد كده أحطها في الصاج واضغط عليها بالبسطرمة ديّة، بتدّينا طبعًا الشكل اللي إحنا بنجيبه كلنا من المحلات جاهز، فبيبقى شكله حلو صراحة وبيعجب الولاد، علشان إيه كده بيبقى بُصّوا أهو. هنا بقى بنتي كوّرت لي الملبن دوّة، عملت له كده قد البلية كده، كل الكمية عملتها عشان تبقى سهلة إن إحنا إيه، مش ناخد ونحط كده في العجينة على طول، لأ، يبقى جاهز إن هو إيه، متكوّر كده. بُصّوا جهّزته كده وأنا إيه، جهّزت على طول عشان إيه، أعمله اللي هو المنقوش يعني. بُصّوا بقى دوّة عشان يبقى مميز بين التاني، يعني ده يتعرف يا أبو ملبن لوحده وأبو سُكّر من غير ملبن يعني، هو كُلّه أنا باحُط على كُلّه سُكّر صراحة، بس اللي مش عايز ياخد بملبن يبقى عارف، يعني مميز بدل ما يكسره ويسيبه يلاقيه بملبن يسيبه، أنا باحب صراحة إيه، أميّز ده من ده عشان كده. هنا بقى باحطها جوّه باعمل لها حُفرة كده بُصّوا هاوريكم الطريقة أهيّة، باعمل جوّه العجينة حُفرة كده واحط الكورة بتاعة الملبن دي كِوَر صغيّرة كده، والفّها تاني واقلبها بقى عشان إيه، تدّينا طبعًا الشكل المتساوي، وابتدي بقى إن أنا أعملها بالمنقاش، المنقاش ده بتاع أمي الله يرحمها، احتفظت بيه وقُلت طبعًا يعني لازم يبقى في حاجة كده لازم عشان طول ما إحنا بنعمل الحاجة نتذكّرها ونقرا لها الفاتحة وندعي لها بالرحمة إن شاء الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، وربنا يا رب بُصّوا أمي الله يرحمها توفّت بقى لها حوالي 12 سَنة، ال12 سَنة دول كانت توفّت يوم 27 رمضان، فبالله عليكم، بالله عليكم اقروا لها الفاتحة وادعوا لها بالرحمة، ويا رب، يا رب يرحمها هي وأمواتنا جميعًا يا رب اللهم آمين. هنا بقى بُصّوا ما شاء الله لمّا استوى عشان بس إيه نغيّر الموضوع عشان الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب. هنا بقى لمّا استوى ما شاء الله تسويته حلوة جدًا، بُصّوا أبو عجوة أهوّة، ونحط بقى عليه سُكّر، وألف هنا وشفا، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد علينا جميعًا وعليكم يا رب اللهم آمين. بُصّوا بقى دي فرحة العيد للأولاد، وربنا يا رب يجعل بيوتنا خير ورزق وعمار دايمًا يا رب، بأقل الإمكانيات ممكن إن أنتِ تعملي كيلو كحك لولادِك تفرّحيهم وما تحسّسيهمش إن الدنيا مش تمام، وإن أنتِ يعني إيه، يبصوا لحاجة حد أو حاجة، ممكن بأقل الإمكانيات تعملي حاجتِك في بيتِك لأولادِك. ألف هنا وشفا، بُصّوا طبق كحك ما شاء الله اللهم بارك، طعمه حلو وشكله جميل، وما شاء الله يشرّفِك قدّام ناسِك، وكل